السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مصطفى جمال ودي قناة ويب ديفز تعليم البرمجة. عايزين نتكلم النهاردة يا شباب على موضوع مهم جدا، يمكن الدرس ده من اهم الدروس اللي ممكن تتعلمها اصلا في ال HTML. تمام. درس مهم جدا، اللي انت هتتعلمه النهاردة ده هتستخدمه كتير قوي 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 قدام. تمام، فانت ركز معايا النهاردة كده وصفي ذهنك كده وايه، وعايزك تعمل كوباية قهوة وتجيلي. طيب بص يا صاحبي، احنا هنتكلم النهاردة عن الليست. يعني ايه الليست ده؟ هي بتنقسم لثلاث حاجات، اللي هي الاوردرد ليست والان اوردرد ليست والديسكريبشن ليست. تمام. طيب خلينا بس ايه نفتح بس الموقع بتاعنا كده عشان خاطر نظبط العمل كده، عشان خاطر ايه اهم من العمل تظبيط العمل يا صاحبي، انت عارف الكلام ده كويس. طيب بس تعالى بس كده ايه نجيب الكلام ده على جنب كده عشان خاطر ايه برضو ما نقعدش ايه نعمل ايه نعمل من التبات ونروح ونيجي والكلام ده كله. هنكتب كده والاوتبوت يظهر لنا على الشاشه الثانيه كده بالظبط. بص يا صاحبي، احنا دلوقتي عايزين نتعلم الان اوردرد ليست او الاوردرد ليست. يعني نبدا بالاوردرد ليست، نتكلم حاجه اسمها اوردر اوردر ليست. تمام. طيب ازاي بقى نكتب الاوردرد ليست دهيت؟ بنكتبها عن طريق، انت اول حاجه في كلمه اوردر ده ايه؟ حرف الاو، الله ينور عليك. وتاني حرف ايه في كلمه ليست؟ حرف ال. بس كده يا رايق، كده انت جبت ايه؟ كده انت جبت التاج بتاعتك اللي هو او ال. هتعمل هنا كده التاج وتكتب او ال، ده بتعرف كده الفي اس كود او الدوكيمنت بتاع الاتش تي ام ال ان انت تعمل حاجه اسمها او ال. طب ينفع كده نكتب او ال على طول؟ طب ما نعمل ديسكريبشن كده بسرعه كده بس يفهمنا انت عايز تعمل ايه اساسا. هنفترض يا باشا انك انت جاي تتعلم الفرونت اند. تمام، زي ما انت دلوقتي حضرتك بتتعلم الفرونت اند دلوقتي، صح؟ طيب ايه بقى عشان خاطر تعلم الفرونت اند؟ فانت لازم تتعلم حاجه مثلا زي الاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت، دي البديهيات بتاعت الفرونت اند. صح كده؟ صح جدا. طيب هنعمل ديسكريبشن كده وليكن مثلا اتش 1 مثلا كده ايه في السريع. وليكن مثلا اتش 1 هنكتب فيه ايه؟ هنكتب فرونت اند او ليرن فرونت اند. ماشي. طيب ماشي، هنعمل ايه بقى؟ بعد كده نعمل الاو ال بتاعتنا، نفتح التاج وتكتب او ال وتقفل التاج، تلقائي جدا الفي اس كود هيقفل لك التاج بتاعتك. طيب ماشي، هتلاقي هنا كده ظهر لك ايه؟ ليرن الفرونت اند، بس ما ظهرلكش اي حاجه تانية. وده ليه؟ لان انت ما كتبتش اي حاجه جوه الاو ال، انت كتبتش اي حاجه ان هو يرتبها لك. فهنا بقى يجي دور مين؟ الليست ايتم، الايتم اللي انت هتحطها جوه الاو ال. فاحنا نكتب هنا كده حاجه اسمها الليست ايتم، حاجه اسمها الليست ايتم او ايتمز عشان تبقى ايه كلها ايه جمع. طبعا احنا كده بنحط التي ده زياده. طيب هنا نكتب ايه؟ نكتب مثلا وليكن ايه الاو ال. يا عم او ال يا عم خلص. وهنا مثلا ايه؟ ال اي يا رايق. تمام. طيب هنكتب ايه هنا بقى؟ ال اي. جميل. طيب ال اي ده هي عباره عن ايه؟ طبعا انت بتفتح التاج وتقفل التاج، عباره عن ايه بقى؟ عباره عن انك انت بتكتب له حاجات مرتبه. يعني مثلا انت دلوقتي انت قلت له ليرن الفرونت اند، انت عايز تعمل إيه عشان تليرن الفرونت اند؟ وليكن اتش تي ام ال تي ام ال. تمام. اهو ظهر لك اهوت واحد اتش تي ام ال. ولو انت ملاحظ معايا يا صاحبي ان الاتش تي ام ال جاي على جنب كده، يعني واخده من الشمال كده ايه، زي نظام مارجن كده، يعني سايبه حافه كده على الشمال. تمام. لكن الايه الفرونت اند دهيت، لان الفرونت اند هتلاقيها ايه جايه ايه على اول الدوكيومنت بتاعتك او على اول الصفحه بتاعتك. صح جدا. وده ليه بقى؟ لان ده بيعرفك ان دي ليست. يعني انت بتكتب الوصف وتحته الوصف، او بتكتب الحاجه بتاعتك وتحتها الليست المرتبه بتاعتك. تمام. طيب عشان تاخد الكلام ده هو كوبي بيست يا صاحبي، في طريقتين اتنين عشان خاطر ننجز بس في ايه في كتابه الكود. في طريقتين اتنين، انك انت تعمل سيلكت كده بالماوس وتعمل كنترول سي، وتيجي هنا في السطر اللي بعده تعمل كنترول في، وتغير بقى هنا كده تعمل ايه سي اس اس مثلا. او انك انت تقف مثلا هنا كده او هنا او في اي حته، المهم انك تعمل شيفت الت وسهم لتحت. تمام يا صاحبي، تمام، عشان بس تنجز في وقت الايه كتابه الكود بتاعته. ده اختصارات او شورت كاتس هتفهمك جدا. طيب تعالى بقى كده يا رايق، هتبص هنا كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان احنا عندنا 1 2 3 HTML CSS الجافا سكريبت. فبالتالي الراجل اليوزر اللي هيخش الموقع وهيقرا الكلام ده اللي هو ليرن الفرونت اند، هيقرا ده انا فهمت ايه؟ فهمت ان انا هتعلم HTML الاول، لازم اتعلم HTML، وده عشان خاطر عامله ايه الاول اهو. بعد كده السي اس اس وده برده لازم. بعد كده ايه؟ الجافا سكريبت
الثلاث حاجات دول لازم تتعلمهم بالترتيب، ما ينفعش تتعلم حاجه قبل الثانيه، يعني ما تروحش مثلا تتعلم سي اس اس قبل الاتش تي ام ال، انت فاهم؟ وما تروحش تتعلم جافا سكريبت قبل ما تعرف سي اس اس وقبل ما تعرف ايه اتش تي ام ال. جميل يا رايق، جميل جدا. طيب ماشي، احنا بقى محتاجين ايه تاني؟ محتاجين ان احنا نتعلم شويه اتريبيوت تبع الاو ال. اتريبيوت يعني ايه؟ يعني صفات. طيب افرض مثلا انا مش عايز التايب او النوع بتاعي يترتب كارقام، افرض انا عايز مثلا يترتب كحروف، انا بمزاجي بقى يا عم انا عايز ارتبهم كحروف. انا هقول لك ماشي يا رايق، ايه ان ال HTML عامل لك شويه اتريبيوت اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ التايب. تمام، او التايب بتاعتك وليكن مثلا اسمها ايه؟ انك انت تعمل التايب بتاعك ارقام اللي هو 1 يعني كرقم، ولا اي بي سي، ولا ارقام إيه اللي هي بنسميها الحروف اللاتينيه، وهكذا. مثلا انا عايز اعمله A يبدا من A بس A سمول، هتلاقيه تلقائي يا صاحبي عامل لك ايه؟ A B سمول، A B C سمول. مثلا واحد هيجي يقول لي طب انا عايزه يبقى كابيتال، هقول لك براحتك يا صاحبي اهو كابيتال A B C وتبقى كابيتال. واحد يقول لي لا ده انا اتعلمت اللاتينيه وعايز اتعلم ايه، وعايز اتدرب عليها في الموقع بتاعي، فاهو ماشي يا راي، اتعلم عليها واتدرب عليها في الموقع بتاعك. هتلاقي ايه؟ هتلاقي حرف الاي ده باللاتيني معناه ان هو اي واي اي وثلاثه اي وهكذا، وافضل قول اي من هنا للصبح. تمام، ممكن تكتبها ايه؟ ممكن تكتبها ايه ككابيتال، ممكن تقول اي وثلاثه واثنين اي وثلاثه اي وهكذا. تمام، عشان تتاكد ان دي حروف لاتينيه يا صاحبي، بص تعمل كده كنترول سي كنترول في بسرعه، هتلاقي ايه عندك الحروف اللاتينيه اهيت اللي هو اي في وفي وفي اي وهكذا. تمام يا صاحبي، تمام جدا. طيب ماشي. طيب واحد بقى مثلا هيجي يقول لي طب انا عايزها مثلا كارقام عادي خالص اللي هو 1، بس انا مش عايز مثلا ايه ان هو تبدا من واحد، افرض مثلا عايزها تبدا من 10 يا عم، انا حر. بقول لك يعني ايه تبدا؟ يعني ستارت، صح؟ هقول لك ابدا يا عم من 10 اهو، من 10. جميل جدا. طيب اهو ابدا من 10 يبقى كده ايه؟ 10 11 12 وهكذا. واحد يقول لي ده انا عايز اعمل ريفيرس، يعني عايز اعكس الارقام، يبقى هو 10 9 8 مثلا. هقول له يعني ايه يعكس؟ يعني ريفيرس، بس كده يا صاحبي. هتكتب ريفيرس فتقول له 10 9 8، يبقى كده عكس لك ايه؟ الارقام. تمام يا رايق، تمام. يبقى الاتريبيوت دي عشان خاطر انت تنظم بيها الاوردر ليست بتاعتك. طيب جميل جدا. طيب ماشي، هنيجي هنا بقى ناخد مين؟ ناخد الان اوردرد ليست. تعالى كده ناخد الكلام ده اهو كله كوبي كده، كنترول سي، ونحطه هنا مثلا ايه؟ كنترول في. هناخد الان اوردرد ليست، هتعكس بس كده اهوت، هتقوم جاي انت قايل له ان اوردرد او يو ال يو كابيتال كده عشان خاطر ايه؟ ننظم الدنيا. ان اوردرد ايه؟ ليست. يعني ايه ان اوردرد ليست؟ يعني يو وال. تمام، بس كده شفت سهوله بعد كده؟ ومشتركه معاها برده في الليست ايتم. يبقى انت تيجي هنا كده تفتح التاج بتاعت الان اوردرد ليست ازاي؟ اول حاجه انت مثلا تعملها يا عم وليكن ايه؟ تعالى مثلا نعمل ديسكريبشن برضه، هنعمل اتش 1 مثلا ونعمل ايه؟ الباك اند. اتعلمنا خلاص الفرونت اند وبقينا شطار، تعالى بقى نتعلم ايه؟ الباك اند. طيب عشان اتعلم الباك اند مثلا، طيب او مثلا ايه انك انت ممكن تتعلم الفريم ورك، مش لازم تتعلم الباك اند، يعني تعالى تكمل الفرونت اند بتاعك فتتعلم الفريم ورك. في الفريم ورك، فريم ورك مثلا اللي هو اطار العمل او الحاجات اللي انت المفروض تكتب بيها الفريم وركس بتاعتك وهكذا. تمام، طيب ماشي. فريم ورك زي ايه؟ هنعمله بقى ان اوردرد ليست، لان الفريم ورك ده غير مرتب، بالتالي انت هتعمل ايه؟ يو ال، هتعمل يو ال وهتقفل القوس بتاعك وهكذا. هيفتح لك الايه؟ اليو ال. طبعا هو كاتب لك كلمه فريم ورك، وبالتالي هو ايه؟ هو ما عملكش اي حاجه ليه؟ لان انت كتبتش الايه؟ ال اي. طيب هتعمل ايه؟ ال اي اهي، وتكتب ايه فيها بقى؟ تكتب اللي انت عايزه بقى، وليكن مثلا رياكت يا عم. هتعلم رياكت جي اس. جميل جميل. وبعد كده الت شيفت وسهم لتحت، مثلا ممكن اتعلم مثلا اي حاجه، بوت ستراب. بوت ستراب مثلا. ماشي، وممكن اتعلم ايه كمان؟ ممكن اتعلم وليكن حاجه الشكل مثلا الانجلر مثلا، انجلر. تمام تمام. طيب هتلاقي عندك ايه؟ هتلاقي عندك بولت سمرا كده، دي معناها ايه؟ معناها اللي هي ان اوردرد ايه؟ ان اوردرد ليست. ليه؟ لان هي غير مرتبه. ممكن واحد مثلا يروح يتعلم رياكت الاول ويقول لك مثلا عايز اتعلم بوت ستراب عشان خاطر ان انا اكتب الاكواد بتاعه السي اس اس بتاعتي بسرعه وهكذا. ممكن واحد يقول لك لا ده انا هتعلم رياكت وبعد كده اتعلم انجلر، او هتعلم انجلر وبعد كده اتعلم رياكت، وبراحته هو، انت فاهم؟ فبالتالي هي ايه؟ هي مش متوقفه اللي هي بالترتيب، مش لازم يروح يتعلم رياكت وبعد كده يتعلم بوت ستراب او العكس. تمام، فبالتالي يا صاحبي اللي هيجي يبص على الموقع بتاعك يقول لك اه ده دي ان اوردرد ليست، فبالتالي مش لازم اتعلم بالترتيب اللي انت كاتبه لي ده. لكن لما يبص هنا كده مثلا، تعالى بقى كده نبدا من واحد مثلا كده، نبدا من واحد. تمام، وستارت من واحد برضو. لكن لما يجي يبص هنا مثلا كده يا صاحبي، تعال نشيل الريفرس ديت.
لما يجي يبص هنا هيلاقي ايه؟ ان اول حاجه لازم تعلمها في الفرونت اند ايه؟ لازم واحد ال HTML. يبقى هو متوقع ان اول حاجه هتعلمها HTML، بعد كده CSS، بعد كده جافا سكريبت. ده الستاندرد بتاعت الفرونت اند. طب تعالى بقى نخش على الفريم ورك. هل لازم اتعلم رياكت الاول؟ لا، مش لازم. انت ممكن تتعلم بوت ستراب الاول، او ممكن العكس، او ممكن تتعلم انجولار الاول، بعد كده مثلا حبيت مثلا خلصت انجولار وحبيت رياكت فتتعلم رياكت، وهكذا. تمام تمام. طيب ماشي، احنا كده فهمنا يعني ايه الاو ال، وفهمنا يعني ايه اليو ال. طيب في حاجه كمان اسمها الدي او الدي ال، تمام، اللي هو الديسكريبشن ليست. تعالى كده يا صاحبي نحط هنا كده، ونحط هنا كده، نحط ايه؟ الديسكريبشن ليست. ديسكريبشن ليست اللي هي الدي ال. تمام. طب هي فيها ال اي؟ لا، ده هي فيها حاجه اسمها الدي تي. تمام، اللي هي الترم نفسها. تمام، هنعمل حاجه اسمها ترم. تي اللي هو ترم. ترم. تمام تمام. وبعد كده في حاجه اسمها ايه؟ بعد كده في اللي هو الدي ال، ده الديسكريبشن ترم، وهكذا. وبعد كده في حاجه اسمها ايه تاني؟ في حاجه اسمها الدي دي، اللي هو الديسكريبشن ترم بقى. تمام، اللي هو الديسكريبشن. ناخد الكلمه دي كوبي بسرعه عشان خاطر بس ايه، ما نقعدش نكتب كتير. وبعد كده كلمه ايه؟ ترم كده كوبي بسرعه. وبعد كده نكتب بس كده يا صاحبي، نقعد نكتب كوبي. طب نكتب ازاي بقى؟ المهم بنكتب ازاي؟ نكتب الدي ال بتاعتنا عادي جدا. بعد كده بتكتب ايه؟ تعالى نكتب مثلا وصف كده، مثلا وليكن ايه؟ H1 مثلا كده بسرعه. H1 ان هو يعلمنا ازاي مثلا ايه، اللي هو يوصف لنا الحته احنا هنعمل ايه دلوقتي. وليكن مثلا ايه؟ description مثلا. description اهوت. تعالى ناخدها كوبي بسرعه كده اهوت. description مثلا ايه؟ الويب لانج مثلا، اللي هو اللانجويج يعني. لانجويج. تمام. وليكن مثلا إحنا عندنا مين؟ الدي ال، ده الاب الكبير زي اليو ال كده يعني. وبعد كده الدي تي. تمام. الدي تي مثلا مين؟ اللي هو الترم نفسه، اللي هو الاتش تي ام ال. طيب انا عايزك بقى توصف لي الاتش تي ام ال ده اهو. الديسكربشن ليست. الاتش تي ام ال ده عباره عن ايه؟ هتقول له دي ال بقى، اللي هو عباره عن ايه؟ مثلا الفيرست، مثلا ايه؟ فيرست وليكن لانجويج مثلا. في الموقع بتاعنا لازم تتعلم اول حاجه الايه؟ الاتش تي ام ال. فانت هتلاحظ ان هي ايه؟ ان هي عباره عن ان هو، على كده مثلا نعكس الكلام. هو مش عارف ليه هي مش جايه، المفروض تدخل جوه شويه يعني. ماشي. المهم لان احنا عاملين هنا المفروض دي المفروض دي مش دي ال يا صاحبي. ايوه، هنا بقى الايرور بقى يظهر لك بقى. ايوه بالظبط، انت هنا بتوصف الترم نفسه. فهو فيرست ايه؟ لانجوج، فهتلاقي ايه؟ داخله جوه شويه. تمام تمام. بعد كده ايه؟ بعد كده مثلا تاخدها كوبي مثلا بيست، وليكن مثلا ان هي كمان ايه؟ وليكن اتش تي ام ال مثلا، دي عباره عن ايه؟ هايبر تكست، وهكذا. هايبر تكست مارك اب لانجوج، وهكذا. تكست مارك اب لانجوج، وهكذا. HTML. تمام. وهكذا بقى انت بتقعد توصف. بعد كده مثلا بتاخد ايه؟ بتاخد الدي تي كمان، بتعمل لها دي تي كمان مثلا، وليكن السي اس اس. تمام. بعد كده بتعمل ايه؟ الدي دي. تمام. اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا وليكن لغه مثلا ستايل شيت مثلا. ستايل شيت. تمام. طيب اهو هتلاقي عندك مين؟ السي اس اس، وهتلاقي عندك مين؟ الاتش تي ام ال اقصد، والسي اس اس، وهكذا بقى. فهتعلمنا ازاي يا صاحبي ان احنا نعمل اوردرد ليست، وتعلمنا ازاي ان احنا نعمل ان اوردرد ليست، وتعلمنا ازاي ان احنا نعمل ديسكريبشن ليست. تمام يا صاحبي؟ تمام قوي. طيب ماشي. انا عايزك بس صاحبي انك انت تحط مكان ال HTML دهيت، ده اهي اللي هي في الاوردر دي ليست، تحط مثلا مكانها لينك. تروح على دبليو سي سكول مثلا اهوت. تعالى كده، تعالى معايا يا صاحبي كده، تعالى على موقع مثلا زي دبليو 3 سكول. دبليو 3 سكول مثلا، وتروح هنا كده. تمام. تعالى بس نستنى بس نحمل. يلا يا باشا. فالمهم انك انت هتجيب اللي هو اللينك بتاع مثلا ال HTML. هتروح تجيب اللينك بتاع ال HTML مثلا، وتحطه مثلا ايه؟ في هنا، اللي هو في الموقع بتاعنا، اللي هو مكان HTML ده. بحيث اللي هو الراجل اللي هيروح يتعلم HTML ده يروح على الايه؟ لما يدوس عليها يروح على مين؟ يروح على اللي هو دبليو سي سكول عشان خاطر يتعلم HTML. فنعملها ازاي مثلا يا صاحبي؟ تعالى بقى اعلمك عشان خاطر ايه؟ انت المفروض عارفها بس هعلمها لك بسرعه. مثلا هنشيل ده كده جوه جوه هنا. تمام. وهنعمل ايه؟ وهنعمل الاي لينك بتاعتنا. يعني هنقوم جاي فاتحين التاج ونعمل ايه؟ ونقفل التاج بتاعتنا. تمام. ونعمل هنا الاتش ريف. تمام. ونحط مين؟ اللينك اللي احنا لسه واخدينه كوبي. وهنعمل هنا ايه؟ وهنعمل هنا اللي هو التارجت بتاعنا هيبقى ايه؟ بلانك.
تمام. ونيجي هنا كده ايه، نيجي هنا كده ما بين الاوبننج تاج بتاع اللينك والكلوزنج تاج اللي هي دي، ونكتب فيها مين ال HTML عشان خاطر هو يروح لل HTML. بالتالي لو انت جيت جوه الموقع بتاعنا كده بص هتلاقي ايه ال HTML اللون بتاعها اختلف بقى، لونها اللي هو اللون اللي هو البنفسجي اللي هو اللون اللي هو البيربل دوت تمام. فبقى ايه لو انت كليكيت هنا كده هتلاقي فاتح لك الدبليو سي سكول اهوت على ال HTML. فيا ريت يا صاحبي انك انت توقف الفيديو او انك انت خلاص وانا كده يعتبر خلصت. فانت يا ريت يا صاحبي تجرب مع نفسك انك انت تعمل برضو نفس الكلام في السي اس اس ونفس الكلام مع مين، مع الجافا سكريبت. هتلاقي الكلام ده برضو في الرياكت برضو هنا اهوت، هتلاقي ممكن تلاقي الرياكت اهيت، وهتلاقي البوت ستراب اهيت. معرفش هنا في انجولار ولا لا، بيتهيألي مفيش انجولار. لا ما يتهيألي مفيش انجولار تقريبا، انجولار اهيت تمام. فانت برضو انجولار اهيت يا صاحبي، فانت برضو ممكن تعمل ده. وهكذا بقى يا صاحبي. يعني انت حاول ايه انك انت تراجع على الدروس اللي فاتت بانك انت تقعد بقى ايه تمتع نفسك بتعلم ال HTML. ازاي بقى يا صاحبي؟ انك انت تجيب بقى الدروس اللي فاتت. يعني مثلا ممكن احط لينك، طب ممكن احط مش عارف H1 يوسف اللينك، طب ممكن نحط مش عارف صورة، الكلام ده كله تمام. فانت متع نفسك يا صاحبي بانك انت تتعلم HTML كويس عشان خاطر ايه، انك انت ان شاء الله لما تخش في السي اس اس والحاجات دي كلها انك انت تبقى برنس HTML. يعني عايزك تبقى برنس HTML قبل ما تخش على السي اس اس. تمام يا صاحبي تمام. رب يا صاحبي يكون الدرس سهل وبسيط وعجبكم. ان شاء الله اشوفكم الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.